تجميد البويضات. طبعًا انتشرت الفترة الأخيرة دي كلّها إن كل واحدة بتعمل عملية تجميد بويضات، رأي حضرتك فيها إيه دي؟ تجميد البويضات وتجميد آه، الحيوانات بالضبط، وكل ده يعني من الحاجات اللي بدأنا نسمع عنها. آه، ما فيهاش أي مشكلة بشرط أن يكون هناك دقة في كتابة المعلومات الخاصة بهذه البويضات. بالنسب ده، ليه؟ إمم، حتى لا تستخدم إمم، بعد الموت أو بعد الطلاق. آه، تستخدم، يعني لو إن زوجة جمدت بويضتها وتوفت، وتوفت، تمام، فيجي الزوج ينتهز فرصة إنها توفت. وينسبوا الواحدة اللي بالظبط، اتجوزها جديدة ليها، بالظبط. عشان كده بنقول إحنا آه، يعني طريق الحرام حرام مثله، يعني كل ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام. فإذا كان هناك بيانات كافية إمم، وبيانات شرعية صادقة لصاحب البويضة آه، أو عفوا لصاحب الحيوان أو لصاحبة البويضة، إمم، فهذا لا شيء فيه. ولكن إمم، إذا كان هناك بقى اختلاف آه، وفوضى وغير ذلك، أنا برضه، أفضل طبعا إن آه. احنا نبتعد تماما عن هذا الموضوع.